هاد التكنيك اللي كيستعملو ميسي هو اللي خلاه يماركي اغلبيه الكفرات اللي كيجيو فاش كيبغي يشوتي ميسي شي ركله حره. كيعتمد على هاد الطريقه، هي انه كيتني الجسد ديالو على شكل حرف السي، الطريقه اللي خلاتو يماركي اكثر من 60000 بيت واللي كتعاونو بزاف في الكفرات، الشيء اللي كيخلي الكره تمشي بمسار منحني بحال كيتموضع بالجسد ديالو. وشكون فينا ما يكونش شاف الكفره الشهيره ديالو كونتر ليفربول اللي لا لاحظتو كان مطبق هاد التقنيه. لكن خليني نقول لك بلي صاحب هاد التكنيك الاصلي كان هو مارادونا. في عام 2008 في تدريبات المنتخب الارجنتيني ميسي كان كيتدرب على الركلات الحره وكيعاني، حتى جا مارادونا وعطاه الطريقه وعلمو هاد التكنيك. دابا الا كان ميسي تعلم هاد الطريقه وبدا كيماركي بها هاد الكفرات الرائعه، فكيفاش باللي علمو وكي غيكونوا الكفرات ديال مارادونا؟ هادشي علاش انفو دخل عندي البايو غتلقى هاد الويب سايت وكليكي عليه وتماك غتعرف شكون حسن ميسي ولا مارادونا. هاد التكنيك اللي كيستعملو ميسي هو اللي خلاه يماركي اغلبيه الكفرات اللي كيجيو فاش كيبغي يشوتي ميسي شي ركله حره. كيعتمد على هاد الطريقه، هي انه كيتني الجسد ديالو على شكل حرف السي، الطريقه اللي خلاتو يماركي اكثر من 60000 بيت واللي كتعاونو بزاف في الكفرات، الشيء اللي كيخلي الكره تمشي بمسار منحني بحال كيتموضع بالجسد ديالو. وشكون فينا ما يكونش شاف الكفره الشهيره ديالو كونتر ليفربول اللي لا لاحظتو كان مطبق هاد التقنيه. لكن خليني نقول لك بلي صاحب هاد التكنيك الاصلي كان هو مارادونا. في عام 2008 في تدريبات المنتخب الارجنتيني ميسي كان كيتدرب على الركلات الحره وكيعاني، حتى جا مارادونا وعطاه الطريقه وعلمو هاد التكنيك. دابا الا كان ميسي تعلم هاد الطريقه وبدا كيماركي بها هاد الكفرات الرائعه، فكيفاش باللي علمو وكي غيكونوا الكفرات ديال مارادونا؟ هادشي علاش انفو دخل عندي البايو غتلقى هاد الويب سايت وكليكي عليه وتماك غتعرف شكون حسن ميسي ولا مارادونا.